سيادة النائب رياض عبد الستار. شكرا يا معالي الرئيس، شاكرين لأفضالك. احنا قدام اغنى وزارة في جمهورية مصر العربية. مع الوزير احنا بنعلق امال كبيرة على عدم فرض صكوك الاضاحي على الائمة، لان اللي بيحصل ان صكوك الاضاحي لما بتتفرض على الائمة، مثلا عندي في محافظة المنيا بيقف الامام يدفع 3000 جنيه من جيبه بيستلفها من الناس. ينفع الامام يقف في الجامع في المسجد ويقول للناس ادوني بال10 وال20 جنيه عشان يلم ال3000 جنيه؟ واذا ما عملش كده بيتنقل من مكانه وبيتحول للشؤون القانونية. هذا قولا وفعلا ده اللي موجود في محافظة المنيا بتعليمات من كل القيادات اللي موجودة في وزارة الأوقاف. وده ما يليقش أبدا إن إمام يقف زي فاتورة الكهرباء وفاتورة المية. أغنى وزارة في مصر تلم من المصلين فاتورة الكهرباء وفاتورة المية؟ هم الناس هتدفع ثمن الركعتين والفروض اللي هم بيصلوا لله يدفعوا ثمنهم؟ ده لا يليق يا معالي الوزير. نمرة 2، خطباء المكافأة مبالغ زهيدة سيد الفاضل، 500-600 جنيه. الأكاديمية بتاع التدريب، احنا المفروض سعادتك النهاردة بتختبرهم قبل ما يروحوا التدريب، المفروض هم يتدربوا مش يختبروا قبل ما يروحوا التدريب عشان يؤهلوا. سعادتك انا بتكلم على 7000 متر عندي في مدينة ملاوي لإنشاء مجمع مدارس عليها. اتقدمت الأبنية التعليمية الطلبة عشان نستبدلهم عشان نبني عليهم مجمع مدارس. دور وزارة الأوقاف في مكافحة المخدرات وفي الخطاب الديني، خاصة في انتشار المخدرات في الآونة الأخيرة من الشاب والاستروكس وغيره من المخدرات المصنعة.